ازيك يا صديقي؟ الحلقة دي صدمة كبيرة جدا عليك لأنك هتعرف أكبر 10 نتائج مباريات كرة قدم. أنا شخصيا اتصدمت وأنا بعرف النتائج وأنا بعدها. عدوا بقى الصدمات، بس قبل ما نبدأ متنساش اللايك والفولو. وقول لي برضه في التعليقات أنت اتصدمت برضه زي في التعليقات ولا لأ. يلا بينا. المركز العاشر مباراة منتخب إيران ومنتخب وان سنة 2000، وانتهت المباراة بنتيجة 19-0، ودي كانت ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2002. والفوز ده كان فوز تاريخي لإيران بقيادة نجومه الكبار في ذلك الوقت زي كريم بكري وعلي دائي. في المركز التاسع مباراة المنتخب الكويتي ومنتخب بوتان، بداية المباراة 20-0 سنة 2000، مالها سنة 2000. المهم المباراة دي كانت في تصفيات كأس آسيا، والنتيجة دي بقى كانت أكبر نتيجة حققها منتخب عربي في مباراة دولية رسمية. طب أقولكوا على حاجة، جاسم الهويدي سجل 8 أهداف في المباراة. وتعالوا بقى للصدمات اللي بجد. هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ في المركز الثاني مباراة كوريا الشمالية، وانتهت المباراة بنتيجة 21-0 سنة 2005. المباراة دي على فكرة كانت من ضمن مباريات تصفيات كأس شرق آسيا، وده أكبر فوز للمنتخب الكوري الشمالي في التصفيات الآسيوية. في التصفيات الآسيوية. المركز السابع مباراة استراليا وتونغا، وانتهت المباراة بنتيجة 22-0 سنة 2001. المباراة دي كانت من ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2002. وعايز اقول لكم على حاجه، قبل هذه المباراه فازت استراليا على ساموا الامريكيه بيومين فقط. وده ظهر الفجوه الكبيره اللي كانت موجوده في قاره اوكيانوسيا وقتها. في المركز السادس كانت مباراه ويستر نورث اند امام هايد يونايتد، وانتهت المباراه بنتيجه 26-0 سنه 1887. ودي كانت اطول نتيجه مباراه كره قدم في التاريخ قبل الجنين وقبل حسب مدغشقر، ودي حاجه هنجيلها قدام. طب اقول لكم على حاجه، دي ما كانتش اكبر نتيجه في تاريخ مسابقه كاس الاتحاد الانجليزي على الريكه، يعني في اكبر من كده بكتير. المركز الخامس مباراه هايتي وجزر كوك، انتهت المباراه بنتيجه 30-0. ها، سنه 1971. والمباراه دي كانت في منطقه كده اسمها العاب جنوب المحيط الهادي، مش عارفها الصراحه. والنتيجه دي اكبر نتيجه دوليه لفتره طويله قبل ما تكسرها استراليا تاني، لان في المركز الرابع كانت مباراة استراليا وساموا الامريكية. دي احنا لسه جايبين سيرتها اهو اهو في مباراة المركز السابع. المهم ان المباراة انتهت بنتيجة 31-0، كانت تبع تصفيات كأس العالم 2002. اقول لكم كمان على حاجة، سجل لاعب إريتشي تومسون لوحده 13 هدف. ده لو الجول فاضي ما كانش هيعرف يجيب كل ده. المركز الثالث مباراة ديزي ألين وإيديجون ريفرز، انتهت المباراة بنتيجة 35-0 سنة 1885. ورب بقى خلاص عشان أنا تعبت. المباراة دي كانت تابعة لبطولة كأس اسكتلندا. وعايز أقولكوا على حاجة، حدث في نفس اليوم المباراة اللي احنا لسه هنتكلم عنها في المركز اللي جاي. بيقال إن الحكم بذات نفسه سجل 37 هدف. ده اللي هو ازاي يعني؟ وازاي أساسا هيتحسب؟ ما هو حكم بقى. أو لكن التقرير المباراة الرسمي استقر على ان الاجوال 35 بعد احتجاجات. انا يا جماعة، انا مظلوم بجد من المركز التالت ده. في المركز التاني مباراة ارض بوم واكورد اللي احنا لسه متكلمين عنها في المركز اللي فات. اللي احنا لسه متكلمين عنها في المركز اللي فات. المهم ان المباراة كانت سنة 1885 في كاس اسكتلندا برضو. ظهرت هذه النتيجة هي الرقم القياسي العالمي لأكتر من قرن قبل المركز الأول. ها وسيطر أربورس على المباراة بشكل كامل. واستعدوا بقى للصدمة. في المركز الأول مباراة إرنا ولامرينو. انتهت المباراة بنتيجة 149-0. واحنا بنتكلم على فوتبول ولا باسكت بول؟ المهم ان المباراة دي كانت 2002، وهي الأكبر في التاريخ لحد يومنا هذا. ومسجلة في موسوعة جينيس على فكرة. بس الغريب والمظلم في الموضوع ان لاعبي فريق ليمون هم اللي سجلوا 149 هدف. تحسهم واخدين رشوة يعني مثلا بصوا تخيلوا معايا، كل ما لعيب من فريق ليمون يقرب من مرمى نادي ليمون، جمهور او في فرقة ملهاش جمهور يقولوا ستوب. الإدارة أي حاجة يقولوا ستوب، وقف 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 وقف. دخل الجول
خطر خطر، دانجر دانجر دانجر، خطر، يقوم خلاص جايب الجول. حاجة مش مفهومة. بس هما بيقولوا ان هما جابوا الجوان دي احتجاجا على قرارات تحكيمية في مباريات سابقة. حاجة مش مفهومة يعني. وبس كده خلاص الفيديو، متنساش اللايك والفولو وتابعني، انا تعبان قوي في الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم.